عارفين انتوا شعور انك تكون قاعد في الجنينه كده، مش معاك بس غير صديقك الوفي. هو ده صديقك الوفي فعلا يعني. الكتاب هو خير جليس فعلا يعني. انت كده بتحصل على معلومات، بتاخد حاجات جديده، بتشوف تجارب جديده، بتستفاد من ناس قبلك عملوا حاجات ممكن انت تعملها وتبوظ معاك، فيقولوا لك ايه اسباب الفشل اللي وقعتهم، فانت بكده بتكون عرفت ايه الحاجات اللي انت مش عايز تقع فيها. فبجد يعني قراءة الكتب من الناس اللي يعني انت هتلاقي قنوات كتير جدا قائمة بس على موضوع قراءة وتلخيص الكتب. فده لو اشاد بحاجة فده يشيد بأهمية القراءة اصلا. فحاول ان انت تقرأ يا باشا يعني، ورقة ورقة في اليوم. يعني انا كنت عامل ورد لنفسي من كتاب ديني كده كان كبير، كنت بتعلم منه احاديث يعني. فانا قلت ان انا هتعلم باب كل يوم. ففي ابواب بتبقى كبيره فانا بقسمها على نفسي عشان اسهل الدنيا على نفسي. باخد مثلا صفحتين كل يوم، بما يفيد مثلا حديثين او 3 احاديث، وبيشيد لايتين او 3 وبيشرح الموضوع بشكل كويس. فالفكره مش ان انت بتجيب كتاب وتقول انا هقعد عليه قاعده كلها خلاص وماشي، ده لو انت داخل تحدي مع نفسك مثلا. ولكن لو انت في البدايه وعايز تتعلم ازاي تقرا كتب، ما انصحكش ان انت تعمل كده خالص، لان انت كده هتقفل دماغ خلاص. عارف انت اللي هو ايه؟ لما عيل صغير ما بيعرفش يكتب خالص ونقول له ايه، تعالى خد اكتب لي الدرس ده كله، فهو كده يعني بوظنا الدنيا خالص. مش عارف ليه انا متشجع ان انا اقرا كتب اكتر قبل ما الدراسه تبدا. يعني انا داخل على تخصص اهو في الجامعه، فمش عارف في الدراسه بتحس ان انت بتهمل جزء من تطوير ذاتك بسبب الكليه بقى، بسبب وقت الكليه، بسبب ان الكليه يعني الشده بتاعت الكليه بقى، والامتحانات الميد ترم والفاينل والعملي والشفوي والكلام ده كله. فانت بتحس ان انت وراك 200 حاجه حرفيا في نفس الوقت، وانت يعني الحاجات دي كلها لو اترتبت هتتظبط. بس الفكره برضو ان الكليه بتستهلك الواحد، خصوصا لما تكون كليه زي كليه الهندسه يعني، وكليات تانية كتير يعني، كليه طب وكليات تانية كتير يعني. يعني طب اسنان وصيدله والناس دي، يعني كل الناس على فكره بتتعب في الكليات بتاعتها. بس هي الفكره كلها في ان قد ايه الدكتور او قد ايه الماده اللي عندك دي بتكون صعبه، لان ممكن تكون ماده صعبه بالنسبه لك سهله بالنسبه لي كده يعني. فالكليه بتستهلكنا حرفيا، فما بعرفش ان انا اقرا اي كتاب. فالحمد لله ان انا معايا كتاب اقراه دلوقتي اصلا، او معايا كتب اقرا فيها دلوقتي، على الاقل ادخل كده تحدي مع نفسي قبل ما الكليه مثلا تبدا. الاسبوع اللي بتاع الكليه ده ممكن كده ربنا يكرم مثلا واخد كتاب كل يوم مثلا. فدي تبقى حاجه كويسه جدا والواحد يطلع بمعلومه كويسه. واصلا كان حد على قناه فازلوك، القناه بتاعتي طبعا لو انت مش عارفها، فقال لي ان ايه رايك كده. كان في بنت كاتبه تعليق، انا كنت بسالهم يعني ايه المحتوى اللي انتوا عايزين تشوفوه على القناه، غير بقى الثانويه العامه، غير الكليه. بدات قلت لهم هبدا رحله جديده اسمها عيل فازلوك، حته بتاعت تطوير الذات. ان ازاي بننظم وقتنا، ازاي بنعمل نشتغل على حاجه مثلا جنب الكليه، زي ما انا مثلا عندي قناه وعندي قناه كمان وجنب الكليه، ازاي مثلا تقدر تحضر ايفنتات وتطور من نفسك وتاخد كورسات. فمن ضمن التعليقات الجميله جدا اللي لقيتها بنت كاتبه بتقول ايه رايك مثلا تقرا كتاب وتلخصه لنا. فدي حاجه جميله جدا يعني. حبيت ان انا اشكرها يعني، ان هي يعني رجعت موضوع القراءه عندي تاني. ما كنتش بقرا بقالي فتره بسبب ان انا مضغوط بقى في كذا حاجه.